مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. ضرب زلزال صباح اليوم دولة تركيا واسفر عن رقم ضخم من القتلى والمصابين. وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن تسونامي ضرب بحر تركيا ضرب أيضا في سواحل تونس. وفي هذا السياق أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس في بلاغ له الاثنين بأن محطات رصد الزلازل التابعة له لم تسجل أي حدث زلزالي بالبلاد التونسية هذا اليوم، خلافا لما وقع تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أوضح المعهد أنه لا وجود لموجات المد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال وغرب سوريا. وجاء في نص البيان كالآتي: لم تسجل محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أي حدث زلزالي بالبلاد التونسية هذا اليوم، خلافا لما وقع تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي. كما يفيد المعهد أنه لا وجود لموجات للمد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال وغرب سوريا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.